الغريبه اكله غريبه ونفسي اعرف من زمان اسمها جه منين. يعني الغريبه دي هل واحده غريبه كانت داخله علينا مثلا بقى بالصينيه فشوفناها ايه مين الغريبه دي فهي دخلت بالاكله مثلا، مش عارف. لما دخلت ادور بقى اصل الحدوته جه منين، ان الاكله او الحلوى الغريبه اصلا بدات من الجزائر، واتعرفنا عليها احنا في عهد العثماني في القرن ال17، ساعه لما كانت الجزائر بتخضع للحكم العثماني، وطبعا كان معاها كل الدول العربيه. وفي الوقت ده اكتشف العثمانيين الغريبه، او زي ما بيقولوها الجزائريين الغريبيه، في حي القصبه في الجزائر، وهو مشهور بصناعه الغريبه. ومنها بقى بدأ ان هو ينتشر في المشرق العربي، دول الشام بمصر واخواتهم، وطبعا كمان راحت تركيا اساسي عثمانيين بقى. المهم ساعتها كان الجزائريين بيستخدموا الغريبه او الغريبيه كحلوى اساسيه في الاعياد زي عيد الاضحى وعيد الفطر. وكمان في منطقه شرق الجزائر تحديدا هم يعني مرتبطين بالغريبه وصولا للمنطقه، ان حته ان هم بيستخدموها مع جنب القهوه في المساء بقى، عارف انت ايه يعني، عملوها معامله الكوكيز كده يعني. والموضوع بقى فضل مكمل معانا من ساعه العثمانيين لحد دلوقتي، واحنا في مصر الحمد لله ربنا نصرنا وخدنا الغريبه، بدل ما هي كانت مدوره وقبه من فوق كده وفيها بقى هنا فستق لوز ايا كان، وصلناها للمنظر الجميل ده الحمد لله. عملناها معامله الربع جنيه المخروم. وكل سنه وانتم طيبين. بتدوب في البق، ده حلاب، عظمتها في دحلبتها. كل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم.